مشوار منتخب مصر في الأولمبياد انتهى قدام الأرجنتين، لكن خلينا نتكلم بصراحة. المنتخب ده عمل عليه يا جماعة قدام الأرجنتين وأكتر. قدمنا مجهود بدني عالي جدا وتكتيك دفاعي محترم في أغلب الفترات. بس المشكلة يا جماعة إن الأرجنتين فريق مش سهل، ودي مدرسة كروية عملاقة، والتعامل مع نجومهم كان اختبار حقيقي لشبابنا. طب أنا ممكن دلوقتي يعني حد يجي يسألني ويقول لي طب إيه اللي حصل أو المشكلة كانت فين في المنتخب؟ والله بالنسبة لي وكان رأيي الشخصي يا جماعة إن المشكلة كانت في اللمسة الأخيرة والتركيز في التفاصيل الصغيرة. كانت سلبية الماتش، وكان يا جماعة من سلبيات الماتش الأكبر كانت غياب الجرأة الهجومية في الأوقات الحاسمة، وفقدان التركيز اللي كلفنا هدف كان ممكن تفاديه. لكن في النهاية ده جيل واعد وجيل محترم جدا، قدر إن هو يلعب قدام بطل العالم، أثبت إنه يقدر يقف قدام الكبار. شكرا للاعبين على الروح، والدرس المستفاد هو الأهم عشان البطولات الجاية. لو جينا يا جماعة نتكلم عن النقاط الفنية، فبصراحة احنا منتخبنا ما قصرش من الخطة الدفاعية. منتخبنا لعب بواقعية دفاعية، قفلنا مساحات في العمق، وده أجبر الأرجنتين على اللعب على الأطراف، وده كان نجاح تكتيكي في أول 60 دقيقة. التحولات يا جماعة برضو مشكلتنا الحقيقية كانت في التحول من الدفاع للهجوم. كل ما كنا بنقطع الكورة كنا بنفقدها بسرعة بسبب الضغط العالي من الأرجنتين، وده اللي خلى المدافعين عندنا يتعبوا بدنيا في آخر الماتش. وعامل الخبرة برضو يا جماعة كان ليه دور مهم جدا. يعني الأرجنتين حسمت الماتش بتغيرات الدكة والخبرة في التحكم في رتم الماتش، في حين إننا افتقدنا للحلول الفردية لما كنا بنحتاج إن احنا نسجل. مشوارنا في البطولة خلص، لكن وجع الخسارة مش هيتنسي. فنيا المنتخب عمل مباراة تكتيكية ممتازة جدا. في أول ساعة قفلنا العمق وحرمنا الأرجنتين من أخطر أسلحتهم، لكن في الماتشات اللي زي دي التفاصيل الصغيرة هي اللي بتحسب. مشكلتنا كانت في سرعة الخروج بالكورة والضغط العالي اللي فكك خطوطنا في الشوط التاني. خسرنا قدام منتخب كبير، بس كسبنا جيل يقدر يشيل المسؤولية في المستقبل. كل التوفيق لمنتخب مصر، وإن شاء الله يا جماعة اللي جاي أفضل. متنساش اللايك كلمتين يا صاحبي والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.